عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده فيديو جديد جديد قوي قوي قوي. مش عارفه انتوا سامعيني بس كويس ولا لا. حاسه ان الدنيا بره دوشه قوي، فمش عارفه انتوا سامعيني كويس من الصوت ولا لا. فيديو النهارده فيديو فعلا انا اول مره اعمله عندي على القناه، وفيديو مختلف متحمسه له جدا. مش عارفه هيبدا ازاي، مش عارفه هينتهي ازاي، بس انا لبست ونازله. المفروض ان انا هعمل تحدي، ان انا هعمل تحدي معاكم. هجيب اكلات او هجيب سناكس، اي حاجه هجيبها اكلها لازم تكون تبدا باول حرف من اسم. التحدي ده انا شفت احلام ولبنى بيعملوه فعجبتني الفكره جدا، فقلت عايزه اعمل التحدي ده. طبعا بما ان انا اول حرف من اسمي سين، فالمفروض ان انا كل اكله، كل حاجه هشربها، كل حاجه هحطها في بقي لازم تكون بتبدا بحرف السين. انا مش عارفه ازاي بصراحه، انا مش في دماغي اي حاجه فيها حرف السين خالص خالص. انا عماله افكر من امبارح، من ساعه ما جات لي الفكره ايه اللي ممكن اجيبه واكله يبدا بحرف السين. من ساعه ما فكرت في الفكره دي امبارح وانا عماله يعني اعصر في دماغي كده عشان اشوف ايه الاكلات اللي ممكن تنفع معايا وتبتدي بحرف السين. كل الحاجات اللي جت في بالي فعلا حاجات غريبه وحساها تقيله قوي. يعني مثلا انا جه في بالي مثلا سمك، جه في بالي سوسيس، جه في بالي سلمون وسردين. كل دول بيبداوا بحرف السين، بس انا نفسي مش رايحه لاي حاجه من دول خالص. وانا اصلا اول حاجه هاكلها دلوقتي هي المفروض ان انا ماكلتش حاجه خالص، المفروض ان انا هنزل واول حاجه هاكلها هي الحاجه اللي بتبدا بحرف السين دي. فانا مش عارفه يعني السمك، انا عندي سمك ممكن اعمل سمك في البيت مثلا، بس مش هينفع اعمل جنبيه رز لان طبعا لازم اكل سمك. بس ممكن اجيب سوسيس اعمل سوسيس، بس حتى السوسيس برضو مش هينفع اعمل مثلا جنبيه بطاطس او مثلا مكرونه، لازم اكل سوسيس بس. فبصراحه انا قررت ان انا هنزل. وبصوا انا مش عارفه انا رايحه فين حرفيا، بس انا هنزل. يا اما هروح هتلاقوني طالعه لكم من سوبر ماركت وبقول لكم مثلا ان انا في السوبر ماركت بشوف حاجه بتبدا بحرف السين، يا اما هتلاقوني رحت مثلا مطعم وطلبت مثلا المنيو وقلت لهم هاتولي الحاجه اللي بتبدا بحرف السين. انتوا خليكم معايا وهنشوف الفيديو ده هيودينا على فين. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا هشوفكم بره. خد سامعيني ولا لا؟ بس جه في بالي ان انا هاكل سوشي. الحمد لله لقيت حاجه بتبتدي بحرف السين. فانا دلوقتي بقالي ساعه بدور على عربيه السوشي اللي انا المفروض هروح اكل عندها. مش لاقيه خالص، مش عارفه هلاقيه ولا لا. لو مش لاقيه طبعا هغير الخطه تماما وهشوف حاجه تانية خالص. فادينا بنشوف بندور. وقفت على جنب عشان اقول لكم اخر التطورات. المفروض ان انا كنت رايحه يعني جه في بالي الحمد لله سوشي، وبعدين دورت على عربيه السوشي اللي انا المفروض ان انا كنت رايحه اجيب من عندها وكده، بس للاسف رحت لقيت العربيه فاضيه. فهو قال لي لسه الحاجه ما جاتش، يعني لسه الحاجه قدامها نص ساعه او ساعه الا ربع وتيجي. فانا دلوقتي مش عارفه، يعني انا مصدقت ان انا لقيت حاجه تبتدي بحرف السين، فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. هل اغير الخطه تماما واشوف حاجه تانية، ولا استنى لما الحاجه تيجي وهو هيكلمني؟ فمش عارفه بصراحه اعمل ايه. فانا في بالي عربيه تانية برضو بتاعت سوشي، فمش عارفه هل هروح العربيه التانية ولا استنى لما يكلمني، ولا اعمل ايه، ولا مثلا اطلع السوبر ماركت. فخليكم معايا عشان تقريبا كده الفيديو باظ. خليكم معايا نشوف كده اخرة الفيديو ده ايه. طبعا انا زي ما قلت لكم كده في موضوع السوشي انا مستنيه الولد يرد عليا في موضوع السوشي. فبصراحه انا حرانه دلوقتي جدا، فعايزه اشرب حاجه، مش لاقيه حاجه بحرف السين خالص. مش عارفه اجيب ايه. انا هموت واشرب ميه، وبقول لازم التزم بالتحدي بتاعي النهارده. ممكن سبرايت، صح؟ ممكن سبرايت وممكن 7 اب، بس السبرايت
مفيش غير الحجم الكبير بس، مفيش سبرايت صغير. ممكن بقى 7 اب. 7 اب بس كبيرة قوي، انا عايزة حاجة اصغر من كده. ممكن دي نجيب 7 اب وخلاص. مش شايفة حاجة ممكن تكون بتبدأ بحرف السين خالص في البسكوت والكيك والحاجات دي. انا جبت دي هشربها لاني هموت واشرب حاجة. بحاول ادور على حاجة تكون بتتاكل مثلا تبدأ بحرف السين، مش لاقية خالص، كله بقى كورونا واوريو هوز كتاكيتو، كلها حاجات بعيدة عن حرف السين تماما. طيب خليني اروح احاسب على دي وبعدين هنشوف هنروح فين تاني. عارفه انتوا سامعيني كويس ولا لا؟ يعني اتمنى تكونوا سامعيني كويس. دلوقتي انا زي ما قلت لكم كده كنت مستنيه العربيه بتاعت السوشي. المفروض ان الولد ما كانش لسه فتح العربيه، كان مقعد واحد صاحبه او واحد بيشتغل معاه، وبعدين هو ما كانش لسه ولا جه ولا كان لسه جاب السوشي المفروض ان هو هيبيعه يعني. اتاخر جدا جدا. انا طبعا قلت للولد اللي واقف هناك لما الولد يجي ابقى اكلمني، لما السوشي يجي يعني ابقى اكلمني وهاجي على طول. فلقيته طبعا انا كان عندي مشوار عملته، وبعدين لقيته ما كلمنيش. قلت خلاص هروح انا للعربيه واشوف هل السوشي جه ولا لا. فبعدين رحت لقيت لسه ما فيش حاجه خالص، ولا الولد لسه جه ولا السوشي جه ولا اي حاجه. فقلت له طيب كلمه يمكن لما تكلمه تستعجله. قال لي انا عماله اكلمه وهو قافل الموبايل بتاعه. قلت خلاص خليني واقفه شويه لحد ما هو يجي. اتاخر جدا، قعد اكتر مثلا من نص ساعه، انا واقفه مستنيه اكتر من نص ساعه. طبعا تعبت وظهري وجعني وكنت خلاص انا وشك ان انا امشي، بس انا كنت واثقه ان انا لو مشيت الفيديو كده كان هيبقى باظ، لان انا ما كانش في حاجه في دماغي خالص غير السوشي. وانا كان ممكن اروح مكان تاني بيبيع سوشي، بس انا ما كنتش حابه اروح فكره ان انا اقعد في مطعم واقعد اكل سوشي وكده. كنت عايزه اخد اي حاجه سريعه كده واروح على طول. وكنت بصراحه ناويه ان انا اصور العربيه بتاعه السوشي، وكنت ناويه اصوره هو شخصيا، وكنت هخليه بقى يقول الانواع اللي عنده ايه وبيبيع ايه وواقف فين ومكانه فين. انا قلت يعني ايه، يعني بما اني بشتري سوشي وبما اني بعمل الفيديو بتاعي، فخليني كمان يعني لو عرفت اعمل له مساعده او ان انا اعمل له دعايه او كده على القناه عندي، دي هتبقى حاجه كويسه. بس بصراحه هو اتاخر قوي. والمهم هو بعد ما جه لقيته جاي متسربع وعايز يعمل اوردر لحد المفروض ان هو كان مكلمه وعايز اوردر. فجيب بسرعه قال للولد اللي كان واقف اعمل لي كذا 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 وحط لي كذا كذا كذا. وشايف الناس واقفه، يعني شايفني واقفه، وفي بنات شافوني لما انا كنت واقفه وقفوا زي يعني. انا سالتهم بقول لهم هو انتوا جربتوه قبل كده؟ قالوا لي لا احنا اول مره نجربه، احنا لقيناكي واقفه احنا واقفين معاكي واقفين زيك. وعايزه اقول لها يعني احنا كمان وقفتي دي عملت لهم دعايه. وبعدين جه بسرعه عشان يعمل الاوردر اللي هو المطلوب منه، ومن غير حتى ما يقول سلام عليكم او مساء الخير. شايفيننا او شايفني واقفه، وبنات كمان واقفه معايا واقفه جنبي.
مثلا انا اسف مثلا ان انا اتاخرت، او مثلا معلش، او حاجه، اي حاجه يعني، او ازيكم، او عاملين ايه، او سلام عليكم، اللي هو يسلم على الناس اللي واقفه. ما عملش كل ده خالص، ولقيته جاي بيحط الاوردر. فانا بقول له مش انت المفروض تمشي الناس الاول اللي واقفه بقالها كتير دي؟ احنا تعبنا من الوقفه بصراحه، وانا واقفه بقالي فتره ومستنياك وكده. فلقيته بيقول لي معلش اصل الاوردر ده مطلوب مني من بدري، وانا المفروض اخلصه على طول وايه وابعته. قلت له على فكره انا واقفه من بدري برضه على فكره. فقال لي يعني انت واقفه من امتى؟ انا طبعا بقى كنت قفلت، لما لقيت حد بيكلمني بالاسلوب ده بقفل على طول. فلقيته بقول له اساله انا واقفه بقالي قد ايه. قال له على فكره هي واقفه من بدري جدا، واقفه من الصبح. في واحد بقى كان معاه، كان جاي معاه بالموتوسيكل، فبيقول لي معلش يا فندم ده حصل لعبكه كده وحصل شويه ظروف، اللي هو بيحاول ان هو يلطف الموقف. لقيت الولد نفسه اللي هو صاحب العربيه او صاحب المكان بيبص له بصه اللي هو انت بتعتذر ليه، او ان انت بتقول عذر ليه. لقيته بص له بصه كده اللي هو ايه، اسكت انت، او ما تتكلمش انت، او مالكش دعوه انت. فمن هنا فهمت ان الولد شخصيته غلسه، وانا ما بحبش اتعامل مع الناس اللي هي كده. فلقيته بيقول لي انت عايزه ايه احطه لك؟ قلت له بص انا عايزه حاجات تكون فرايد. قال لي لا بالعكس ده الروح حلو جدا جربيه ومش عارفه. قلت له على فكره انا عارفاه جربته قبل كده، وجربت مطاعم سوشي قبل كده، انا حابه ان انا اجرب فرايد بس. انا كده كده اصلا مش هاخد كميه كبيره، انا اخري هاخد 4 بس مش اكتر من كده. قال لي لا خدي معرفش 7، معرفش ب 170. قاعد يقول لي اسعار كده. طب خدي معرفش بكام، بقطعه ب 200 وشويه. قلت له انا مش عايزه الكميات دي خالص، انا بقول لك انا اول مره اجربك، فعايزه كميه قليله جدا. هو قال لي، هو افتكرني ان انا اول مره اجرب السوشي. قلت له لا انا جربت السوشي على فكره كتير وعارفه طعمه كويس، فعشان كده انا بقول لك انا مش عايزه الرو، انا عايزه الفرايد بس. هات لي الحاجات اللي انا عارفاها اللي انا بحب اكلها، زي السبايسي ليمون وزي الفولكانو، واي حاجه تكون فيها شريمب، اي حاجه تكون فرايد. قال لي لا مش هينفع، لازم تاخدي وتجربي اي حاجه فيها رو من عندي. فقلت له اخر ما زهقت بقى ولقيته مصمم ان انا اخد رو، قلت له عامه انا عايزه عدد قطع 4، مش هاخد اكتر من 4، وعايز يديني اكتر باي طريقه. عايز يديني معرفش 6، عايز يديني 8، عايز يديني 10، عمال بقى يزودني في الاعداد ويزودني في السعر، وانا مش عايزه اصلا اجيب الكميه الكبيره. طبعا احنا بنعمل تحدي، وانا كان هدفي من الموضوع ان انا اجرب اكلات وحاجات تبتدي بحرف السين زي ما احنا متفقين. وانا كنت حاطه في بالي ان انا هروح اصور عنده وهصور المكان وهصوره واحاول ان انا برضو اعمل له دعايه، فاهمين؟ لما لقيته شخصيته كده وبيتكلم بالاسلوب ده وبيتعامل اصلا وبيستقبل الناس كده، انا بصراحه قلت استحاله اعمل فيديو ولا اعمل اي حاجه، انا هاخد الحاجه. وبعدين انا كنت في لحظه كنت بفكر ان انا امشي وما اخدش حاجه خالص، حتى بعد ما حط لي الحاجات في البوكس. فقلت له خلاص هات لي 4 وحط لي حاجات فيها تكون فيها سبايسي عشان انا بحب السبايسي. حط لي 3 فرايد، وحط لي 1 بس رو، وجاب الصوص وبيحط صوص على السوشي، وجاب جوانتي وقال لي لازم تجربيه دلوقتي وتدوقيه قدامي وتقولي لي طعمه ايه وعجبك ولا لا. قلت له لا بصراحه انا وقفت كتير وتعبت، انا كنت فعلا ناويه اعمل كده، انا بقول في سري بقى انا كنت ناويه اعمل كده فعلا، وكنت هاكل السوشي في المكان وكنت هصور. لكن انا لما اتقفلت قلت لا، قلت له لا انا اصلا واقفه بقالي كتير وبصراحه تعبت وظهري وجعني، فانا هضطر ان انا همشي وهاكله في البيت. ما حاولش بقى ان هو يعتذر او يقول سوري ان انا اتاخرت، او مثلا حصل ظروف او حاجه. بعدين بقول له هو انت ما حطيتليش صوص ليه؟ انا شايفاه في الاوردر اللي كان بيحضره ان هو بيحط باكت كده او العلبه الصغيره اللي بيكون فيها الصوصات دي. قلت له انت ما حطيتليش صوص ليه؟ قال لي ما انا حطيت لك على السوشي. قلت له ماشي انا ما طلبتلكش تحط لي على السوشي، المفروض ان انا بروح اي مكان بجيب سوشي بيقدموا لي العلب الصغيره دي بتاعت انا بعد ما انت حطيت لي الصوص ده هل هينفع ان انا اروح اسخنه في الميكروويف وعليه الصوص كده؟ طب ما كده هيطرى. قال لي لا عادي هيبقى حلو ومش عارف ايه. قلت له وانت اصلا حطيت الصوص ليه على السوشي؟ المفروض تحطه لي في العلبه عشان خاطر لما اروح البيت اسخنه وبعد كده اكل بقى براحتي بالصوص وكده. قال لي ما انت ما طلبتيش. قلت له بجد هو المفروض اطلب؟ طب انا شايفاك بتحط في الاوردر اللي انت كنت بتحضره الصوصات في العلب عادي، يعني محدش طلب ولا حاجه، فهو مش ده المفروض ان هو سيستم ونظام ماشي على الكل ولا ايه؟ ف ما اتكلمش، رحت انا واخده الباقي بتاع حسابي ومشيت. وكنت بصراحه ناويه ان انا اروح البيت واصور لكم من البيت، بس انا قلت لا خليني اروح اقعد في اي مكان بحيث ان انا
اكل معاكم واكمل بقيه الفيديو، ونسيبنا بقى من الهبل اللي حصل ده كله، عشان انا الحاجات دي ساعات بتغير مودي، ولما مودي بيتغير بكنسل اي حاجه ممكن اكون كنت عايزه اعملها. بس انا زي ما قلت لكم رحت بعديها جبت رحت ابو عادل اللي هو بتاع الحلويات، وقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه اجيب ايه. فخلينا نشوف دلوقتي البوكس اللي هو مديهولنا فيه ايه. هو اداني بوكس كده اللي هو المفروض ان فيه الاربع قطع بتوعي اهو اهو. مش عايزه اعمل له اي دعايه ولا عايزه اعمل له اي حاجه، بس خلينا نشوف الحاجه من جوه شكلها هيبقى عامل ازاي وطعمها عامل ازاي. بصوا كده، المفروض ان السوشي اتقلب، هم 4 قطع زي ما قلت لكم اهو. فانا بقى هلبس الجوانتي. انا حاسه ان الاضاءه مش احسن حاجه خالص، فانا هقلب الكاميرا تاني وهلبس بقى الجلافز عشان خاطر ندوق ونشوف الاخبار. وبعدين اللي انا اعرفه ان السوشي بيتاكل بالشوب ستيكس، هو يعني ما عندوش الاوبشن ده تقريبا، واخره الجلافزات كده بس. والسوشي محطوط في البوكس وخلاص، مفيش ولا علبه صوص ولا اي حاجه، فحاجات بدائيه قوي يعني. المهم خلينا ندوق. انا هدوق اول حاجه اللي هو قال لي عليها الرودي، لان هو قاعد يشكر لي فيها ويقول لي فظيعه وخطيره وهتعجبك. القطع اللي هي الفرايد سعرها عنده 15، والقطع اللي هي الرو سعرها 25. فانا اعتقد ان هو كان مصمم ان هو يدالي عشان سعرها اغلى. طبعا انا مركزتش طبعا في اسمائهم. هو قال لي هحط لك سبايسي ليمون، مش فاكره بصراحه قال لي ايه تاني، مش فاكره. فاول واحده بصراحه عجبتني، التانية كويسه. انا هروح بقى اخلص اكلي واجيلكوا بعد ما اخلص. بصوا انا خلصت. هو السوشي بصراحه طعمه حلو، طعمه مش وحش، طعمه كويس، بس المعامله نفسها مش لذيذه بصراحه، ومش الطف حاجه ومش احسن حاجه. والمعامله بتفرق جدا مع اي حد يعني. اي حد بيحب ان هو يتعامل كويس، خصوصا لما بيكون بيشتري حاجه، وخصوصا لما بيكون جاي مخصوص عشان الشخص ده واقف مستنيه لحد ما يجي عشان خاطر يشتري من عنده. بس فهي تجربه وعدت، نحاول ان احنا بقى ننساها. اقول لكم ان انا وانا جايه عديت على ابو عادل بتاع الحلويات، وطبعا كنت عماله ابص عنده طبعا اشوف ايه اللي موجود عنده، ممكن يكون بيبتدي بحرف السين. فبصراحه جه في بالي جدا اللي هو السينابون، فقلت تمام يعني النهارده الحاجات اللي انا طالباها كلها انا بعشقها اساسا. فجبت سينابون، ومش هقدر اكله دلوقتي بصراحه. المفروض بقى ايه دلوقتي ان انا هروح، وممكن اطلع لكم من البيت اوريكم بقى السينابون، واقول لكم برضو رايي فيه وكده، وننهي بقى الفيديو من هناك. بس كده اشوفكم بقى في البيت. انا اول مره اجرب السينابون بتاع ابو عادل، فهنشوف بقى اخباره ايه. هو حجمه كويس، عايزه اوريكم بس شكله من جوه. بصوا ده كده شكله من جوه. نفتحه بقى كده، انا حاسه ان حجمه كويس يعني. لما اروح بقى البيت كده هفتحه بقى واوري لكم طعمه برضو اخباره ايه. طبعا روحت بقالي فتره يعني. عايزه اقول لكم ان النهارده كان من اكتر الايام اللي تعبت فيها حرفيا. مش عارفه ليه، حسيت ان الفيديو اجهدت فيه قوي وتعبت فيه جدا، وحسيت ان هو كان يوم صعب قوي، مش عارفه ليه. سخنت بقى السينابون بصراحه، ما قدرتش، عملت حركه غلط جدا وطلعت بره التحدي.
وعملت كوبايه نسكافيه عشان انا كنت خلاص دماغي كانت هتنفجر من الصداع، فكان لازم اعمل حاجه فعلا عشان الصداع ده، فعملت كوبايه نسكافيه. فانتوا اكيد هتعذروني ان انا خرجت بره التحدي، وطبعا انا عشان انا صريحه فطلعت اقول لكم عادي، وانا عارفه انكم هتسامحوني. كان ممكن طبعا اشربها من غير طبعا ما تعرفوا. يلا بينا بقى نشوف السينابون دي بتقول ايه. انا حاسه ان حجمها حلو قوي على فكره، حجمها كبير وشكلها كمان فريش جدا، هي طريه جدا. وعلى فكره العلبه من بره مكتوب عليها الصلاحيه، فهي لسه معموله النهارده وصالحه لمده 3 ايام، واتقطعت معايا بسهوله جدا ومتغرقه حرفيا صوص. بسم الله. تحفه 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 تحفه، فظيعه. يعني العجينه نفسها طريه جدا، الصوص كتير قوي، وكميه الحشو حلوه جدا، اللي هو القرفه. انا حاسه ان هي لذيذه جدا جدا جدا. القطعه دي كانت ب60 جنيه، يعني على حجمها وعلى طعمها بصراحه لا كويسه جدا. وعلى فكره تكفي فردين، انا شايفه ان هي تكفي فردين، لان هي بصوا حجمها كبير قوي. انا بصراحه ما كنتش هاكلها النهارده، بس انا قلت عشان اكمل الفيديو واقول لكم انطباعي عنها. بس انا ممكن اخد حته كمان صغيره وخلاص على كده، بس اهم حاجه عندي ان انا اشرب كوبايه النسكافيه، لاني بصراحه دماغي مصدعه جدا. بس السينابون خطيره، يعني انا توفقت في اختياراتي. انا اول مره اجرب الولد بتاع السوشي، واول مره اجرب الراجل بتاع الحلويات ده اللي هو ابو عادل ده، فحاجاتهم صراحه حلوه، حاجاتهم عجبتني. فبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزاكم يا بنات بس ما تنسوش اللايكات، واكتبوا لي في التعليقات حابين الفتره اللي جايه اعمل لكم افكار ايه. يعني انتوا شفتوا عندي في القناه انا عندي يعني مواضيع متنوعه كتير، ايه اللي انتوا حابينه ان انا اركز عليه الفتره اللي جايه. ما تنسوش يا بنات اللايكات الحلوه والشير، واللي مش عامل سبسكرايب يتاكد ان هو عامل سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس. واستنوني في فيديو جديد، واشوفكم على خير يا حبايبي، ومع السلامه.